يا الله رضاك، يا الله رضاك ترضى علينا. ها ب 48,000، ب 48,000 في عهدك كان ب 150 ريال. الله يرحمك لا قبرك. يا الله. يا خل صاحبي. مو تشتى. تعال انا. يا الله رضاك. مو تشتى. هذا اخوك عليك صورته هنا. ايوه هذا اخي واخو اليمنيين كلهم الله يرحمه. مات اخوك؟ يا اخي هذا الرئيس ابراهيم الحمدي. لا والله الرئيس ابراهيم الحمدي ابي كان يكلمني على واصل. ايوه هذا كان احسن رئيس لليمن الله يرحمه. الله يرحمه. خلاص وانا اسمي ابراهيم، علق صورة دي جنبه. اعلق صورتك؟ ايوه. انت اعلقك فوق لما تحاسب البياس حق الناس. حاسبني يا اخي. لا خلاص اللي ما هكذا قلبت. حاسب يا اخي. تمام انا حاسبك. انت لي الحين صبوح. ايش الصبح؟ اجيب لك صبوح. ايوه حاسب. انا حاسبك ما انكراكش. اجزع. كيف اجزع؟ ما اقدرش اجزع انا وانا جاوع. اقول لك اجزع من البوفي احسن لك يا اخي. يا اخي صاحبي ما اقدرش قلت لك اجزع انا جاوع الحين تلي سندوتش. ماليش دخل انا. حاسب فلوس بجيب لك سندوتش. اجزع يا اخي اجزع. تمام. انت تقول تحب ابراهيم الحمدي؟ الرئيس ابراهيم احبه. كيف ما احبه؟ ايش الدليل انك تحبه؟ مو تشتى من دليل؟ انك تدي واحد سندوتش. اذا اديت لي سندوتش انت بتحب الصح. اجيب لك سندوتش. ايوه انتظر. خليك مكانك. لا خلاص. خل صاحبي. لحظة. معي بحال الجني هذا. يا الله خالد. وهذا احلى سندوتش عشان خاطر المرحوم ابراهيم الحمدي. الله يرحمه. الله يرحمه مجانا. الله يرحمه. يلا اجزع. خلاص باقي واحد عصير عشان خاطري انا. عشان خاطرك؟ ايوه. اجزع قبل ما اخلي الناس يقولوا المرحوم. اجزع. تمام المرحوم ابراهيم اشتي عصير. خلاص اجزع. جبنا لك سندوتش عشانه ومش عشانك. اجزع. كيف اعمل معك؟ اجزع يا اخي. اجزع. مالك ضابح؟ حول ولا قوة الا بالله. منين يقول الناس هذولا؟ سلام يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله. ما بتشبعش انت جالس تاكل داخل الفصل؟ إنه لو تصير ما حصل اليوم. شو قال؟ تعرف خالك؟ اسمع به. إنه خلي على الله ما جاب لي. قلت له إذا أنت تحب الحمدي صبحني بلاش. يعني ما تالي صبوح إلا عشان خاطر الحمدي. ايوه تعرف لو الرئيس الحمدي جالس يحكم لليوم نقبض الصبح يوميا بلاش. يوميا؟ ما قدر خالك عقل قلبه فيه. لا مالش دخل خالي. وقتها كان في قرار انه تمنح وجبه مجانيه لكل طلاب المدارس. يعني خالك ضحك علي؟ ورجع لعند خالي. ما شو خالي ضحكوا على الشعب كله. خلينا بفهمك. الكل حاضرين؟ حاضرين. وزملائنا خارج الفصل حاضرين؟ حاضرين يا شباب. حاضرين. دولة قطر حديقة صباير حاضرين؟ حاضرين. حاضرين معك يا رئيس الفصل من بعد صلاة الجمعة. حاضرين يا شباب؟ حاضرين. حاضر من المدينة المنورة. حاضرين يا رئيس الفصل من هولندا. حاضرين يا رئيس الفصل من إذاعة الجو 89.1. يا رئيس الفصل من ممهد الوديع. حاضرين؟ حاضرين. حاضر من فوق السقف أنا أول منشأ. حاضرين يا رئيس الفصل من ولاية كاليفورنيا. من محافظة الجد. حاضرين يا أطفال؟ حاضرين يا شباب. حاضرين. منطقة الأزهر. حاضرين يا شباب. حاضرين يا رئيس الفصل. من بلجيكا. حاضرين. حاضرين. حاضرين من مريس. حاضرين يا شباب. حاضرين. حاضر معكم من السعودية يا رئيس الفصل. حضر نفسك يا شرف. حاضر. حاضرين من جامعة تحت. حاضرين. فضل الصعدة مديرية رازح من جبهات العز والبطولة. حاضرين يا شباب. حاضرين من الحرم. حاضرين من بيت الله الحرام. من الحرم. حاضرين معك يا رئيس الفصل. تعز الضباب. حاضرين يا شباب. حاضرين. معك يا رئيس الفصل. احتفال ذكرى المولد الرسول. من مدرسة المجد الجرب مريس. حاضرين يا شباب. من ماليزيا. حاضرين يا شباب. محافظة مأرب. حاضرين يا شباب. حاضرين يا شباب. من محافظة حاضرين. من صنعاء. حاضرين. حاضرين. حاضرون من عيد النبي من ميدان
72. حاضرين يا رئيس الفصل مدينة عدن. حاضرين. حاضرين يا رئيس الفصل. شكرا لكل من تفاعلوا معنا واكدوا حضورهم وارسلوا مقاطعهم على صفحة البرنامج في الفيسبوك. اهلا وسهلا بالجميع سواء في الفيسبوك او على قناتنا في اليوتيوب. ولمن اراد ان يصل روابط الحلقات يقدر يسوي اشتراك ويفعل زر الجرس وهذه الحاجات وسيصل روابط الحلقات. اهلا وسهلا بالجميع. قبل 44 سنة وتحديدا في مثل هذا الشهر يوم 11 أكتوبر تم اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. فمن هو إبراهيم الحمدي؟ إبراهيم الحمدي ولد عام 1943 في مدينة قعطبة التي كانت تتبع تربى في كنف أبيه الذي عمل قاضيا في قعطبة وذمار وثلى. تعلم على يديه مبادئ العلوم الشرعية واللغوية وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره. في مدينة صنعاء أكمل دراسته ثم التحق بمدرسة الطيران. وبعد قيام الثورة الجمهورية التي أطاحت بالنظام الإمامي عام 1962 تولى قيادة قوات الصاعقة وترقى في المناصب الأمنية والعسكرية والقيادية، حيث عين وكيلا لوزارة الداخلية ثم قائدا للمحور الغربي الشمالي ثم قائدا للمنطقة المركزية وسكرتيرا للقائد العام ثم قائدا لقوات الاحتياط العام. في العام 1972 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ثم نائبا للقائد العام. صعد المقدم إبراهيم الحمدي للحكم في 13 من يونيو 1974. كان شخصية متعلمة ومثقفة وحافظ للقرآن وأيضا درس القضاء وتدرج في السلك العسكري أيضا حتى وصل إلى رئاسة الجمهورية. يعتبر هو الرئيس الثالث للجمهورية اليمنية أو وقتها كانت تسمى الجمهورية العربية اليمنية بعد القاضي الإرياني. القاضي الإرياني أيضا كان شخصية عالم ومتعلم وكان قاضي وشخصية مدنية، إلا أنهم نظروا في ذاك الوقت أنها شخصية مسالمة والبلد تحتاج إلى من يحكمها بشكل حازم، خصوصا أنهم أتوا بعد ثورة وكذا والأمور ما لم تستقر بعد. فكان الاختيار أو من أجمعوا وقتها من مجلس الشورى أن يتم إزاحة القاضي الإرياني وتنصيب شخصية تكون أكثر حزما، لأن البلد شافوا أني بدأت تنفلت وكان في معسكرات بدأت يعني تخرج عن السيطرة وكل قائد معسكر كان قد بيشوف نفسه دولة. فتم اختيار الرئيس إبراهيم الحمدي للقيام بهذه المهمة. نحن لم نتسلم بقوة الدبابة ولا بقوة الطائرة ولا بقوة السلاح، هذا تسلمناه بتكليف من السلطة التشريعية آنذاك المتمثلة في مجلس الشورى الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بخط يده، موجود وثيقة يمكن قرأتها وبشرت في الصحف. هو بحمد الله ودون أن تراق أي قطرة دم. تولى السلطة دون أن تسفك قطرة دم واحدة، حتى رفض أنه أن يمس القاضي الإرياني بسوء أو يعتدى عليه أو أي شيء. كل ما في الأمر أنهم ذهبوا باستقالتهم للقاضي الإرياني، قالوا إذا بيستمر الوضع هكذا هذا استقالتنا. يعني هذا أقول لك من كلام إبراهيم نفسه. قال في اجتماعنا كان بعضهم غالين وقالوا القاضي ما بلا يقتلوه. إبراهيم اعترض عليهم، قال يا جماعة تقتلوا إنسان بيحنق من كلمة لسن حنق ويرح لسوريا، ما بيفعل كل مرة. خلاصتها يعني قرروا أنه يصيروا يقدموا استقالتهم له، والقاضي قدم استقالته لهم وقال لإبراهيم جي يمسك البلاد. معقول هكذا بكل بساطة؟ طبعا هذا محمد الحمدي أخو الشهيد إبراهيم الحمدي يقول لكم أنه راحوا باستقالتهم لا عند القاضي الإرياني، قال ليش هذا استقالتي أنا، تعالوا احكموا. يعني عندما تسمع هذا المواقف من كثر ما عايشنا في واقعنا والذي حكمونا تتخيل أن هؤلاء يعني حكايات وأصادر خيال علمي. مشو معقول في ناس كذا يتخلوا عن السلطة والكراسي بكل سهولة؟ ما فيش يعني لا سفكوا الدماء ولا يعني قال بتسيل الدماء إلى الركب ولا قالوا لهم اقتل 1,200,000 هكذا. يعني ألي كانوا معارضين له حريصين عليه وقالوا لا يمكن يمس بأي شيء، وهو أيضا القاضي الإرياني قال لا يمكن أن تسفك قطرة دماء من أجل الكرسي هذا، وترك السلطة بكل هدوء بدون حرب بدون مشاكل ولا قرحة رصاصة. طبعا ما هو أول قرار اتخذه الرئيس إبراهيم الحمدي بعد توليه الرئاسة؟ وكان أول قرار إن إحنا ننزل الصور ونرفع اسم الله. إن مسؤولية التصحيح إن إحنا نكون كما أمرنا الإسلام ثوار حقيقي، مثل ما نزل رتبتي وأنا كنت عقيد
أنا لازم أنزل مصالح الآخرين. دخلنا المسؤولية على هذا الأساس، فهما أن التصحيح إنهاء العبث، إنهاء العبث بأموال الأمة، إنهاء العبث بأمنهم، إنهاء العبث بمقدراتهم. أول قرار اتخذ أن يتم إنزال صورته من المكاتب الحكومية والمؤسسات ووضع بدلها لفظ الجلالة، وأيضا نزل رتبته من عقيد إلى مقدم. هذا في اليمن حصل. أيوة ما قصكم في أي في اليمن نزل رتبته. أقول لك هذا المقوت اليوم عامل فيها مشير، والله ما هو عارف إيش معناه مشير، وهذا عامل فيها لواء ركن. لواء ركن مش عارف إنه لواء ركن معناها تدرس أولا قيادة وأركان، ما درس ولا يمكن مشى من جنب بيت وشاف بدلة بينشفوها فوق الحبل سحبها ولبسها وخلاص هذه مبلولة ما قد نشفت وقصت خلاص. أنا قد أنا لواء ركن. أن يتم إنزال رتبتك وأيضا تنزل صورتك وأنت رئيس، ما حصل. إذا هذا بيعلق صور، قطع الرواتب على الناس وعلق صوره في الشوارع بيصرفها في صور، بيتخيل نفسه أوسم يعني توم كروز أو مهند بيعلق صوره وهو ما درس الابتدائي. أيضا من قبله كان علي صالح حكمنا وكان يصرف الملايين من أجل صوره في الشوارع. جاء عبد ربه أيضا معلق صوره في الشوارع وما هو مش موجود إلا في صور الرئيس فقط، مش موجود مرة معه. هذا رئيس حكم اليمن قام بإنزال صورته، ما حصلش هذا إلا في عهد إبراهيم الحمدي. وأيضا من القرارات اللي أصدرها توحيد الجيش. كانت إحدى محاولات الحمدي هي إنشاء قوات مسلحة حديثة لا يجري تنظيمها على أساس قبلي، بل تتألف من وحدات تتكون من موظفين ذوي انتماءات مختلفة، وبذلك يكون ولاؤهم للتسلسل الهرمي للسلطة بدلا من مشائخ معينين. الجيش كان جيوش بيتقاتل بيناتها البين وبيدمر المواطنين داخل الشوارع. كل إنسان يلبس رتبة ممكن يصير يسحب أي مواطن يتصرف عليه. ماذا صنعنا؟ وحدنا الجيش، أزلنا الجيوش من داخله. أصبح الجيش اليوم ضمانة لكل إنسان. أصبح الجيش ضمانة لكل إنسان. هذا ما قام به مباشرة، قام وحد الجيش وأصبح جيش وطني. لا جيش من أجل عائلة، ولا جيش من أجل سلالة، ولا جيش من أجل العروض، ولا جيش من أجل حماية الكرسي ولا القمع الناس، بل ضمانة للوطن والمواطن. هذا ما قام به وما لمسوها الناس في عهده. عمل زيادة في مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين. رفع الرئيس الحمدي رواتب الموظفين بدون استثناء، وأمر بصرف 4 مرتبات إضافية في المناسبات الدينية والوطنية. رفع رواتب الموظفين بشكل كامل واعتمد 4 رواتب إضافية تصرف في المناسبات الدينية والوطنية. رفع الرواتب. عبدو رفع الرواتب مش قطع الرواتب. وفي المناسبات الدينية كان يعطي راتب إضافي مش يجمع منهم ويلهط. معين 4 رواتب، عمو معين الله يعين رواتب، 4 رواتب إضافية، مش لا في 4 أشهر ولا 8 أشهر يدي راتب. خلوكم من هذا احنا نتكلم عن الأحياء. رجع ارقد انت، خليك في أحلام سعيدة انت. 4 رواتب إضافية وزيد رواتب الموظفين كلهم. وقد آمن أن التعليم هو حجر الأساس لبناء أي دولة، فكان من أولوياته التي عمل على تنفيذها أن خصص للتعليم 31% من النفقات الجارية للدولة في خطوة غير مسبوقة ولا ملحوقة. وتبع ذلك تفعيل خطوة مجانية التعليم وبناء المدارس الابتدائية في كافة القرى والثانوية في كل المدن. ثلث الموازنة خصصها للتعليم. ثلث الموازنة لمن جاءوا من بعده كانت هذا فقط للسفريات والكرافتات ويروحوا بدل سفر. والثلث الثاني كان يحولوا أرصدتهم في الخارج. يبقى في الثلث يقسموا كذا رواتب مدري ايش. اما المدارس والطرق والكباري كانت يدوروها مساعدة يشحتوها من الدول وعدم ياكلوا نص المساعدة. أريد أن أؤكد بأنه لا يوجد لدينا اليوم في سجوننا أي مسجون سياسي فنصدر العفو عنه، وهذه ميزة يتميز بها اليمن اليوم عن غيره من الدول الأخرى. كل من يجد أن لديه رأي يتفضل، وكل من يجد أن لديه نقد يتفضل، كل من يجد أن لديه نصيحة يتفضل، لأنه كلنا نعيش في سفينة واحدة. قلوبنا وصدورنا ومكاتبنا مفتوحة، تفضلوا في أي وقت.
لم يكن في عهده أي معتقل سياسي أو معارض. كان حينها اليمن هي الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية التي لم يكن في سجونها أي معتقل سياسي، بل العكس، كان يقول اللي يريد يعارض يعارض، والذي ينصح ينصح يتفضل، والذي يشتي يختلف معنا وينصحنا وينتقدنا يتفضل، لأنه كان يقول للناس نحن في سفينة واحدة، ومن حقك تنتقد الرئيس أو تنصحه أو توجه له النقد. ما كانش يقول لنا لا هذا الذات الرئاسية لا يمكنش تقربوا من الرئيس، لا، ولا كان يقول أنا سيد، أبدا، كان يقول أنا موظف وخادم لهذا الشعب، ومن حق الناس تنتقدني وتعارضني وتختلف معي ما دمنا كلنا بشر. وكان يقول قلوبنا وبيوتنا ومكاتبنا مفتوحة، وبالفعل خصص يوم من كل أسبوع أنه يستقبل الناس بشكل مباشر، اللي يشكي له ولا يقترح عليه ولا ينتقده ولا ينصحه، كان يستقبل الناس في كل أسبوع. ما كانش يلاحق المعارضين ولا يخونهم ولا يرسل لهم مطرات ولا كاتم صوت ولا حوادث مرورية ولا يلاحقهم أمن سياسي ولا أمن قومي أبدا، ولا زي اليوم يحبس الناس عشان منشور ولا تغريدة، ويصير يسحبوا الناس، قال لك عمل لايك من بيوتهم ويسجنوا عشان عمل لايك ولا منشور. قبل 44 سنة شوفوا أن كان سقف الحرية في اليمن، إنك تنتقد الرئيس وتختلف معه وتنصحه براحتك، بل العكس، كان يفرح إذا الناس طالبوه بحقوقهم. إنني سعيد كل السعادة أن أسمع كل إنسان اليوم يطالب الدولة بالمدرسة والماء والمستشفى والطريق والعلاج والكتاب. هذا شيء نعتز به. إخواني أبناء عنس الكرام، نلتقي اليوم لقاء الإخوة، لا نلتقي لقاء الحكام والمحكومين أبدا. يقول لهم أنا سعيد كل السعادة أن الناس صاروا يطالبونا بالطريق والماء والمستشفى والدواء والكتاب، صار مرتاح أنهم بيطالبوا، لأنه يعرف أنه الناس صاروا يفهموا ما هي مسؤوليات الدولة وما هي واجبات الدولة تجاه المواطن. سعيد. هذا طبعا هذا في ذمار، عندما زار ذمار وعنس، مش زي زيارة البخيتي. ايش قال لهم؟ وصل عدد الشهداء في محافظة ذمار إلى 5000. لا 5000. قال أنا سعيد أن الميتين والذي قد راحوا منكم يا أصحاب ذمار 5000. هذا بيقول أنا سعيد أنه الناس بيطالبوني بطريق وما مستشفى. قال هذا أنا سعيد أنك تقرحنا من رؤوسكم 5000، وإن شاء الله يعني تساعدوا معنا نوصلهم 10,000. وكملت ذمر على يد والي ذمر. هذا فلا بد من أن نعرف أن الثورة لم تصل بعد إلى غالبية شعبنا، وهم الفلاحون والعمال في القرى النائية والذين يشكلون 3 أخماس السكان. إنهم أثمن وأغلى ما في وجودنا، ولا بد من توفير التعليم والرعاية الصحية لهم ولأبنائهم، ولا بد من توفير مياه الشرب النقية ومن المواصلات لهم في مدنهم الصغيرة وقراهم. فليس من العدل أن يظلوا يكدحون ويسقوا الأرض بعرقهم ممزوجا بدماء سواعدهم، ويدفعون الزكوات والضرائب بدون أن تعود عليهم بخدمات تعليمية وصحية ومواصلات ومياه شرب. هذا هو مفهوم الثورة اللي كان يتبناها الرئيس إبراهيم الحمدي، أنها ثورة تنمية، ثورة نهضة، أنها ثورة خدمات تصل للناس جميعا في الريف وفي القرى وفي المدن وفي العزل، أنها ثورة مستشفى، ثورة طريق وكتاب ومدرسة. الثورة فقط ما كانش يفهم أنها تأخذ جبايات من الناس وزكاة وضرائب وتترك الناس في حال ما لكش دخل بهم. لا، الثورة هي ثورة تنمية تصل لكل الناس، مش زي ثورة كربلاء اللي وصلت فقط الجنازات والصناديق لكل قرية ولا كل عزلة. في فرق بين ثورة الإنجازات وثورة الجنازات. هذا مفهوم الثورة. أيضا عندما كان يستلم، عندما يروح الدول الأخرى يستلم هدايا، يجيبوا له هدايا سواء كانت مادية أو عينية، إيش كان يعمل بها؟ سلم للمتحف كل الهدايا التي حصل عليها في زياراته إلى جميع الدول والتي أرسلت إليه، وحولها إلى ملكية الدولة. كل ما سافر بدعوة رسمية إلى أي دولة خليجية، هناك كانوا حتى الآن أي رئيس يجي ولا أي حاجة يعطوا له أي شيء مساعدة اللي فكان يأخذ الأشياء دي كلها ويسلمها إلى مدير الخزينة العسكرية. وهذا الدليل، عندك ورقة خط مدير 6 مليون دولار، قال ترصد هذه في الخزينة العسكرية لصالح القوات المسلحة، وكل ما جاء حاجة ترصد القوات المسلحة.
كانت إذا الهدايا نقدية وفلوس كان يقول لهم حطوها في خزينة الدولة، وإذا الهدايا عينية وتحف كان يقول حطوها في المتحف. كان يقولوا له يا رئيس هذا بتعطى لك بصفة شخصية يعني، لكن بأي صفة كان يقول لهم جابوها لي؟ جابوها لي لأنني رئيس دولة ورئيس لهذا الشعب. لو أنا مش رئيس ما كان شيء يجيبوا لي ولا أحد يعرفني، فالفضل لهذا الشعب فحطوها في خزينة الشعب والدولة. مع أنها أحيانا كانت هدايا كبيرة، إذا كانت واحدة من الهدايا هذا 6 مليون دولار. تخيلوا لو أخذ إيش بتسوي لها 6 مليون؟ كان ممكن تصنع له ويستفيد منها هو وأسرته بشكل كبير. هدية واحدة. اللي جاءوا من بعده لا كان يخلوا لا هدايا ولا مساعدات، حتى الاستثمارات ما كان يسمحوا لأي استثمارات إلا ويشاركوا بالنص بدون أي مقابل. مش هذا بس، الهدايا اللي كان يجيبوها له حتى أملاكها الشخصية إيش كان يعمل بها؟ بيته مثلا. كنا في البيت حقنا بيت أبي الله يرحمه. وبعدين كان بلدنا طبعا الطريق وعره ومسافة بعيدة، لما كان حد يمرض واشتوا يسعفوا له في والده البيت الذي فعله مستوصف. كان مصمم انه يفعله مستوصف. طبعا البيت هو ملك لنا كلنا، لها ولي وله والعبد الرحمن. نعم. المهم جلس يقول لي خلينا نسوي وهذا وقف لي وليش ولامي ولا من اجل ننقذ الناس. المهم جلس فتره وخلى اخي محمد يقنعني. المهم اقتنعنا قلنا تمام نفعل، وتاهو مجلس احنا عاد احنا ساكنين بالبيت. جاب الايرلنديين وقسم نص البيت وادلهم وقال يعمر لنا بيت على ما نحب. قسم نصف بيته وجعله مستوصف، لانه ما كان فيش في قريته مستوصف والناس بتتعبوا ولاده كان يذهبوا الى مسافات بعيده، فقسم نصف البيت جعل نصف مستوصف والنصف الاخر لاخوانه واخواته. هذا اللي بتتكلم اختها الان. وايضا من القصص اللي ذكرتها اني مره سألها كيف المدرسة في القرية؟ قالت والله تمام، بس في أستاذ جاء وعائلته بس ما قد فيش معه فراش ولا أثاث مجرد ما سمع كلامها قفز إلى غرفته، أخذ العفش والبطانيات ومخدات ومدري إيش. هي كانت تقول له خلاص تمام أنا بأخذ لهم أنا، يعني يقول لا لو بعد أخذي أنت بتروحي تجيبي لهم من المستعملة، خليني أخذ لهم هؤلاء. لأنه قال لها قال هؤلاء جاءوا يدرسوا أبنائنا فنخليهم بين البرد هكذا بنجازيهم بهذه الطريقة. كان متواضع جدا، عندما كنا نخرج معه ما كان عندما يجي تقول له الحرس هو يزعل انه ما فيش حرس معي، هؤلاء خبرتي ما نخرج، واذا اكلت معنا كلها سواء نتحرك الا منا ما كان احنا اصحابه. طبعا هذا كان تعامله مع اليمنيين في الداخل، ايضا المغتربين اليمنيين في الخارج، هل نساهم؟ تعامل الحمدي مع المغتربين باعتبارهم سفراء بلدهم، وعقد المؤتمر الأول للمغتربين في مارس 1976. كان ينظر للمغتربين على أنهم سفراء لليمن خارج بلادهم، فعقد أول مؤتمر للمغتربين لمناقشة قضاياهم وتلمس احتياجاتهم، حتى أنه قيل في فترة من الفترات سمع حديث أنه ربما ستسن قوانين وقرارات جديدة تضيق على المغتربين. إيش عمل؟ قالوا أنه كسر كل قواعد الدبلوماسية والبروتوكولات، وتفاجأ الملك فيصل بهبوط طائرة الرئيس إبراهيم الحمدي في مطار الرياض. خير إيش حصل؟ فطرح عليهم الموضوع هل صحيح في قوانين بتسنوها تضيقوا على المغتربين، فضغط عليهم حتى ألغيت هذه القرارات. وأيضا حافظ على امتيازات اليمنيين، كان هناك امتيازات لليمنيين بحكم اتفاقية الطائف، كان وقتها كان المغتربين يدخل للسعودية ويخرج بالبطاقة، فحافظ على هذه الاتفاقية وعلى البنود والامتيازات اللي كان يحصل عليها المغترب اليمني آنذاك. مش زي صاحبنا اليوم، يعني قدو مغترب وعايش معاهم وقدو زميلهم في الغربة ولا استفادوا منه المغتربين بحاجة، يعني بسهل جدا كان يقدر بس يخرج للعمارة اللي جنبه ولا يتصل من تلفونه هي نفس الباقة ولا من تلفون الفندق وكذا، ويتصل يا ملك سلمان هكذا في أوضاع كذا عن اليمنيين ويشرح له قضيتهم ويساعد، ولا استفادوا منه بأي شيء، وكأنه مشوا مغترب معاهم. أيضا يعتبر الرئيس إبراهيم الحمدي هو صاحب مشروع الوحدة، هو الرئيس سالمين، فقد كانوا اتفقوا على كل شيء، اتفقوا على العلم وعلى العملة، وأيضا كان قد كتبوا وصاغوا المناهج الدراسية موحدة في شمال اليمن وجنوبه، وكانوا فقط منتظرين ليوم 14 أكتوبر يروح إبراهيم الحمدي إلى عدن يوقعوا اتفاقية الوحدة على أسس سليمة وصحيحة تخدم شمال اليمن وجنوبه.
توقيع اتفاقية بين الرئيس الحمدي ونظيره رئيس اليمن الجنوبي سالم ربيع علي الملقب بسالمين في فبراير 1977. ونصت الاتفاقية التي عقدت في مديرية قعطبة الواقعة في محافظة الضالع على تشكيل مجلس لبحث ومتابعة القضايا الحدودية والبدء بخطوات توحيد شطري اليمن. ولقد وصل الأخ الرئيس سالم ربيع علي إلى صنعاء أخيرا، حيث التقينا والتقى بالأخوة جميعا، وأكدنا على أن يظل هذا هو مسلكنا حتى نخلق الجو الملائم للدخول إلى القضية وتحقيق النجاح الكامل للوحدة اليمنية إن شاء الله. أيضا من أهم وأعظم وأخطر ما قام به الرئيس إبراهيم الحمدي أنه شكل تحالف دولي، تحالف دول المطلة على البحر الأحمر، وعقد قمة اسمها قمة البحر الأحمر. هدف هذا التحالف أن تكون هذه الدول هي صاحبة القرار الأول والأخير في هذه المنطقة المطلة على باب المندب وعلى البحر الأحمر. عقد قمة البحر الأحمر في تعز في مارس 1977 وتشكيل ائتلاف دولي لأمن المنطقة بمشاركة زعماء السودان والصومال واليمن الجنوبي كان من أبرز ما قام به الحمدي لسياسة اليمن الخارجية. كان تحويل اليمن إلى لاعب إقليمي أساسي في السياسة المتعلقة بأمن البحر الأحمر وتوحيد شمال اليمن وجنوبه. من السهل تخمين ما أنجزه الحمدي، كان جديا فعلا. هذه القمة أو هذا التحالف جعل من اليمن لاعب أساسي في السياسة الإقليمية والدولية، وكان هدف هذا التحالف أن يكون اليمن له تأثيره وله قراره في هذه الممرات الدولية ومضيق باب المندب. الآن كيف؟ الآن كل دول العالم موجودة في هذا المضيق إلا اليمن، ما عاد لها دخل، ما عاد لها دخل ولا قرار. كل الدول بتتجمع وتسير وتمشي وتتحكم. اليمني ما عاد بيقدرش حتى يصطاد سمك على سواحله. أصبح العالم يتدخل في هذه الممرات إلا اليمنيين ما لهمش دخل. إنجازات الرئيس إبراهيم الحمدي كثيرة، خلونا نستعرض جزءا منها. أهلا بكم. كثير هي المشاريع التي أسسها وطورها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. نذكر لكم جزء بسيط مما تحقق في فترة حكمها القصيرة التي لا تعادل 20% من فترة عضو مجلس النواب مثلا من أعضاء مجلس النواب اليوم. من أهم هذه الإنجازات في عهد الرئيس الحمدي بدأ استكشاف والتنقيب عن النفط. أيضا افتتح التلفزيون اليمني. أيضا تم تأسيس المؤسسة الاقتصادية العسكرية. كما أيضا تم تأسيس شركة النقل الجماعي الداخلي، وتأسس البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى بنك التسليف الزراعي وبنك التسليف للإسكان، وأيضا كلها بأرباح هامشية جدا. في عهده افتتح المركز الثقافي بصنعاء ومبنى الجمارك والضرائب، كما أسس جهاز الرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للأمن الوطني. أيضا أنشئ مشروع المدينة السكنية بشيراتون، ومشروع المدينة السكنية في الأصبحي، ومشروع مدينة العمال بالحديدة، ومدينة عمال البلدية بصنعاء. كما تم توسعة إذاعة صنعاء، وأنشئ مشروع المياه والري. كما أصدر أيضا قانون بمجانية التعليم من الكتب والدفاتر والأقلام مع وجبة طعام. كما أسس المستشفى العسكري بصنعاء، وأول من أسس سلاح الجو والدفاع الجوي. توسع أيضا وتطور مستشفى الثورة ومستشفى الجمهوري ومستشفى السبعين. كما توسع وتطور مصنع الغزل والنسيج. كما تأسس أيضا مصنع أسمنت عمران. أيضا تم إنشاء حديقة الثورة ومشروع ميناء الصليف بالحديدة، وأنشئت الغرفة التجارية. كما أصدر قانون للانتخابات. كما أيضا وضع حجر الأساس للمدينة الرياضية ومنتزه عطان، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالسياحة والثقافة، ومؤسسة سبأ للصحافة، والمتحف الوطني، والمتحف الحربي. أيضا تم تأسيس بنك الدم بصنعاء ومجمع حتى. أيضا شكلت التعاونيات الزراعية. افتتح أيضا مركز الدراسات اليمنية. كما قام بأول تعداد سكاني للمساكن والسكان في عموم البلاد. أيضا هو أول من أدخل الحاسوب الإلكتروني إلى اليمن، ووضع أول خطة خمسية لتطوير اليمن وبدأ في تنفيذها. وفي عهده تم إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، وتم إنشاء عدة محطات كهربائية كذهبان وعصيفرة وغيرها.
كما تم إنشاء الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوية، وأسست المؤسسة العامة للموانئ والشؤون البحرية، كما سن قانون يعفي القمح والحبوب المستوردة من أي جمارك أو عوائد أخرى. في قطاع الصناعة أيضا بدأ العمل في إقامة 61 منشأة صناعية للقطاع الخاص، كما أنشأ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وأصدر قانون لإنشاء البنك الصناعي، كما أنشأ المؤسسة العامة للحبوب، وأيضا مؤسسة لتنمية الثروة الحيوانية. وفي فترة حكمه تحقق فائض مالي من العملة الصعبة تقدر ب 825 مليون دولار بحسب نشرة الصندوق الدولي العام 1977. بالنسبة للطرق بختصر لكم بدون ما أدخل في التفاصيل. الطرق الرئيسية اللي تربط بين المحافظات التي يتنقل فيها الناس اليوم معظمها شيدت في زمن الرئيس الحمدي. هذه نبذة مختصرة عن بعض ما حققه الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في 3 سنوات فقط. طبعا هذه ليست إحصائيات رسمية لأنكم تعرفوا تم طمس تاريخ الرجل بالكامل. إنجازات في فترة زمنية كانت تعتبر وقتها قفزة مقارنة ببعض الدول المجاورة، ولكن اليوم أين نحن وأين وصلت هذه الدول بعد 44 سنة من اغتيال الرئيس الحمدي؟ الرئيس الحمدي مثال يخبرك أنه لو توفرت النية الصادقة واليد النظيفة في من يحكم بلادنا لكانت اليمن اليوم في مكانة تليق بتاريخها وموقعها وثرواتها، لا كما هي اليوم في ذيل الشعوب وتتسول المساعدات. وبينما كان اليمنيون يخطون بخطى ثابتة لتحقيق حلمهم في بناء وطن مستقر مزدهر يفخر به كل أبنائه، إذ تفاجأوا ذات مساء بخبر من إذاعة صنعاء بصوت مكلوم حزين يخبرهم باغتيال حلمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صعق اليمنيون بسماع خبر اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، وتساءلوا جميعا ما ذنب هذا الرئيس حتى يغتال؟ رجل بهذه النزاهة وبحب الوطن ما ذنبه وما الجرم الذي ارتكبه حتى يغتال؟ رجل أحب اليمن أكثر مما حكمه، ولهذا خرجوا في جنازة هي الأكبر في تاريخ اليمن آنذاك، خرجوا يشيعوا حلمهم الذي اغتيل. طبعا طريقة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي طريقة فيها من البشاعة وفيها من الخيانة والغدر ما لا يتخيله عقل. جاء على عبد الله صالح من مدخل البيت من جهة الداخل، رأى ذا وجاء وهمس بأذن إبراهيم الحمدي، مش عارف ايش، كلموا كلمتين وقاموا على أساس إنه بيدخلوا داخل، فقال له عبد العزيز عبد الغني ولا الضيوف ولا الجنيد وغيره إنه أخ إبراهيم نتغدى مع بعض. قال لا معلش، يعني نحن العسكريين في لنا كلام خاص فينا، يعني ما نشيش ندوشكم فيه يعني. ودخل على عبد الله صالح عامل يده على ظهر إبراهيم الحمدي ودخلوا الاثنين داخل. كانت تلك هي اللحظة الأخيرة التي رآه الحاضرون فيها. تأخرت عودته، الجميع كان في انتظاره لتوديعه، خاصة أنه سيغادر في اليوم التالي إلى عدن. طلب من الحاضرين مغادرة المكان بذريعة انشغال الرئيس في اجتماع غادر الجميع دون توديع الرئيس. كان طلع حركتنا وكان ضابط مسؤول عن عمل القيادة، شاف الموضوع يا على السلطان اصحاب الأفراد، الرئيس اغتيل. تم اغتياله في بيت الغشمي بعد أن دعوه إلى عزومة غداء.
دعوه ووافق ولبى الطلب وراح. طبعا راح بطريقة بسيطة جدا بسيارته. هو كان إنسان بسيط، ما فيش إلا ذاك المواكب ولا الطقومات ولا المدرعات ولا يقطعوا الشوارع. راح لأنه بطنه نظيف طبعا، ولا ظلم أحد ولا سرق مال أحد. راح بسيارته، طبعا سيارة أخته مش حتى سيارته. راح وبحسن النية عارف إن هؤلاء أصلا مقربين لي وأصحابي ما يحصلش أي شيء. راح وقبله راح أخوه عبد الله، فتم تصفيته. وصل إبراهيم الحمدي تم أيضا تصفيته. قبل الاغتيال بساعات عرف المخطط 2 ضباط، ذهبوا مباشرة إلى عند أخوه محمد يخبروه أن هناك مخطط لاغتيال أخوه وعليه أن يحذر من 3 أشياء. قال لا يصير يتغدى بيت الغشمي اليوم، يعني بهذا الوضوح. بهذا الوضوح. لا يبيت في بيته، لا يركب بكرة الطائرة يوم ينزل عدن، وكان اليوم الثاني يسافر عدن، يسافر لتوقيع الوحدة. لا يركب في طائرة. مخطط اغتياله كان مكون من خطة ألف وباء وجيم. الأول أن يتم اغتياله في العزومة، إن ما رحش العزومة فكان مخطط اغتياله أيضا في نفس اليوم في بيته. المخطط الثالث هو أن يتم اغتياله في اليوم الثاني في الطائرة، لأنه كان رايح ليوقع اتفاقية الوحدة ولا يريد أن يحسب له إنجاز تحقيق الوحدة. أخبروا بهذا الحديث أخوه محمد، مباشرة قام اتصل إلى بيت إبراهيم الحمدي يحذر. أنا قمت جريت التلفون واتصلت لبيت إبراهيم، جاوبتني أم محمد إبراهيم مذيزا، قالت قلت لا، أين إبراهيم؟ قالت أين إبراهيم؟ قلت سالت غدا بيت الغشمي. فلما قالت هكذا قلت إنها قد قتله، وهي فلتت التلفون من يدها يعني مسمه. هم لما سمعوا هي الحكاية نقدوا في بيت الغشمي قالوا خاطرك رجاء لا تكشف اسمانا ولا شيء يقتلونه. الناس اللي أكرمهم وأحسن إليهم ورفع من قدرهم وكانوا المقربين له هم كانوا الأداة الغادرة التي اغتالته. الغشمي بيقول إنه قد كان وافق إنه ينقلوا إبراهيم في طائرة ويعملوا انقلاء وإبراهيم يخرج، قد كان وافق. وعلي عبد الله الصالح قال لا تشي تخرجه ولا لا يقلب علينا اليمن لو صار عين ما سار، وبدأ يطلق الرصاص على إبراهيم. لأن الغشمي يعني تردد شوية فباشر علي عبد الله الصالح يعني أول ما باشر بالقتل يعني، لكن حقيقة هم هؤلاء القتلة يعني أحمد الغشمي، علي عبد الله الصالح، ويقال الحاوري ومحمود مانع. في الأرشيفين البريطاني والأمريكي وجدنا هنا وثيقة أمريكية، وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الجمهورية العربية اليمنية إبراهيم الحمدي قد قتل على يد زملائه الضباط في الانقلاب، وأن الرئيس الغشمي لعب دورا في عملية الاغتيال، كما أن المقدم علي عبد الله صالح كان أحد القتلة الذين شاركوا في الجريمة. هؤلاء لم يغتالوا شخص بل اغتالوا حلم اليمنيين جميعا. وبعدها أتت الأحداث واتضحت الحقائق وعرف الناس لماذا تم اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. طبعا بعدها بعد 33 سنة وبعد أن خرج من السلطة علي صالح تحدث عن هذه القضية بعد أن كانت مطموسة نهائيا. قتل المرحوم الحمدي أنا لأول مرة أصرح بها، قتلوها السعوديين وتآمروا عليها السعوديين، وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية، لأنه كان خصم للسعودية، لأنه لن ينصاع لتعليمات السعودية. توجد وثائق لأن قضية اغتيال المرحوم الحمدي لا تزال وثائق وتحقيقات موجودة تحقيقات أنهم هذه قتلوا. طبعا المؤامرة السعودية والمنفذين آخرين. والمنفذين آخرين، بس ما حدد لناش من هم الآخرين، وفي تحقيقات ولكن لم يظهر هذه التحقيقات. طبعا بل العكس، ضمس كل تاريخ إبراهيم الحمدي، حتى المشاريع اللي كان مكتوبة باسمه وفي عرض الجدران أو في أحجار الأساس تم ضمسها نهائيا. كان يريد أن يمحي ذكر إبراهيم من كل شيء. هم قد محوها من هذا المسمى حق الأساسات، محوها من الكتابات في التعليم، محوها قد محوا آثاره كلها. لكن قبل في الثمانينات قرر انه يكرم الرؤساء السابقين. انتم عارفين بالقصه هذه. نعم. طيب كرموا مسمو ودعوا اولاد السلال ودعوا اولاد القاضي ودعوا اولاد الغشمي وكرموهم ودوا لهم الاوسمه الذهبيه. لم يكرموا ابراهيم ولا دعوا عياله. ليش؟
بعد إبراهيم حكم 3 سنين ونص. نعم. بينما الغشمي حكم 9 أشهر. كيف تكرم الغشمي وما تكرمش إبراهيم؟ تدعينه كان يشيط مص يعني كل آثاره وكل يعني يشتيم ساعة. حاولوا طمس ذكره نهائيا من أذهان اليمنيين. مش هذا وبس، مثل ما اغتالوا جسده أيضا حاولوا اغتيال سمعته. فبعد اغتياله نقلوهم إلى مبنى وراحوا جابوا 2 فرنسيات وقتلوهم في نفس المبنى على أساس يبينوا شوفوا هذا قضية شرف ودعارة، من أجل يبرروا قتله عند الناس. وربما الناس تصدق هذه الشائعة، ولكن لم يصدق الناس هذه الفبركات. فالناس كانت تعرف إبراهيم الحمدي ومن هو وما هو معدنه، وما زال اسمه يقرن إلى اليوم بالرحمة والمغفرة. طبعا العفافيش اليوم بيزعلوا مني، بس عادي، احنا متعود، احنا حبايب من زمان انا وهم. ما بيزعلوش من اللي اغتال ابراهيم الحمدي، بيزعلوا مني لانني ذكرت سيرة ابراهيم الحمدي، وبالنسبة لهم علي صالح هذا شخص مقدس لا يمكن انك تذكره. وهنا اقصد بالعفافيش اللي كان يؤيدوا علي صالح في الصح وفي الغلط، مش المؤتمر. وعلى فكرة المؤتمر من أسسه هو الشهيد إبراهيم الحمدي وأعلن تأسيسه. وما ذكرناه اليوم هو تاريخ لا يمكن القفز عليه، ولا يمكن أن احنا نعمل ديليت وحذف من تاريخ اليمنيين. هذا سنوات تاريخ الكل يعرفها، واليمنيين يعرفوا هذه الأشياء. ولو كان نجح مشروع إبراهيم الحمدي كانوا بيستفيدوا وإحنا بنستفيد والشعب اليمني بيستفيد، ولا الحالة اللي وصلت إليها اليمن اليوم. وأصلا بالأساس لا يمكن أن يجتمع حب إبراهيم الحمدي وحب علي صالح، لأن هذا جاء بعد أن اغتال هذا وقضى على مشروعه، فلا يجتمع حبهم في قلب رجل يمني. لقد حدد الحمدي ما يعنيه أن تكون يمنيا. هناك جيل كامل من اليمنيين الذين يبحثون عن الحمد الخاص بهم، الذي حدد لهم ما يعنيه أن تكون يمنيا وما هي الدولة اليمنية، والجميع يتساءل أين الحمد الذي يمثلنا. وما زال اليمنيون يبحثوا عن الحمدي حتى اليوم، ليس الحمدي كشخص وإنما كفكرة ومشروع وحلم، ولن ييأس اليمنيين حتى يستعيدوا حلمهم. إخواني، المثل اليمني القائل نصف الطريق مع قبل باب هو أن نبدأ، هو أن نعمل، هو أن نرفض الأحقاد والدماء والحروب، هو أن نعيش محققين لمبادئ ثورتنا، ليست بالدماء وليست بالأحقاد، ولكنها بالبناء وبالعمران وبالمحبة وبالتعاون نستطيع أن نحقق كل شيء، ونستطيع أن نحقق أحلامنا وآمالنا إن شاء الله. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد، أنت الشهيد الحي والليث الأسد، ستظل حيا في القلوب إلى الأبد. يا أيها المغوار في هامة التاريخ اسمك شامخ، منك البطولة والشجاعة تستمد، سيظل إبراهيم رمزا خالدا.